الاهلي والترجي امبارح، تعالى قبل ما نتكلم على الاهلي والترجي نتكلم على حاجه. ان الزمالك والاهلي الاثنين ما قابلوش فرق تقيله، ما قابلوش فرق اللي هي الترجي بتاع زمان، صفاقسي، سان داونز، مازيمبي، الحاجات، القطن الكاميروني، الشغل بتاع زمان التقيل ده مبقاش موجود. فالاهلي والزمالك بضعفهم، بقله لعيبه. الاهلي شويه ما عندوش حارس مرمى بيلعب بمصطفى شوبير، ما عندوش فترات، ما عندوش راس حربه صريح فبيقعد يحنكش بكهربا شويه مش عارف مين. الزمالك ما عندوش لعيبه خط نص، وكان عنده افقيد وشويه متأيدين وشويه مش متأيدين، والمشاكل دي كلها. الاتنين بضعف حالتهم استغلوا ضعف المنافسين اللي موجودين في افريقيا والكونفدراليه، ووصلوا النهائي وقربوا ان هم ياخدوا البطولتين ان شاء الله. ده مش تقليل من الفرق اللي هو لعبوها، فرق قليله، بس الاهلي والزمالك داسوا عليهم واستغلوا الحته دي. الاهلي على طول بيعمل كده، الزمالك اول مره يعمل كده، الزمالك ما بيستغلش الحته دي خالص زي الاهلي. بس الاتنين داسوا ووصلوا للنهائي. الاهلي بقى امبارح والترجي، ببساطه كده كولر لو كان عنده او غامر ب 25% او هاجم لمده ربع ساعه في الماتش كان جاب جون، ولو كان جاب جون كان جاب التاني، كان جاب التالت، لان الترجي فرقه فاضيه. دي منظر فرقه بتلعب على ارضها نهائي افريقيا، شاطت تقريبا شوطه واحده الشوط الاولاني، والشوط التاني تقريبا شوطت واحده ولا اتنين، وشوط مش مؤثره يعني. هي شوطه الجول الماتش الشوط الاولاني اللي هي اول 5 دقايق، الهيد اللي جه ساعه لما علي معلول كان مصاب وطالع بره. دي الحاجه الوحيده اللي خطيره، غير كده مفيش روح، مفيش اي حاجه. هم مش عايزين تقريبا يكسبوا البطوله، وخايفين من الاهلي جدا جدا جدا، ومرعوبين من الاهلي. ويعتبر يعني هم ايه، هم خسروا نفسهم، هو بيخسروا. خلاص الاهلي ركب، خلاص اتعادل 0-0 هناك. فرصته هنا كبيرة جدا جدا جدا، جون يكسب، جونين يكسب، وهيكسب هنا كتير. لو جاب جون في أول ربع ساعة الموضوع هيفتح معاه كتير قوي. فكولر بس لو كان ركز امبارح وهاجم ربع ساعة كان ريح الدنيا خالص، بس مش مهم. الأهلي عمل ماتش حلو قوي، منظم، كان مضغط ضغط عادي أول 5 دقايق قبل على ما يطلع. بعد كده الموضوع بدأ يرجع ورا شوية، بس اللعبة كانت متمركزة صح. أكرم توفيق وإمام عاشور كانوا سادين خط النص حلو قوي، مع مروان كانوا قافلين خط النص حلو قوي. الدنيا كانت مظبوطة في خط النص لحد ما كتير. المشكلة الوحيدة اللي كانت موجودة هي الاستلام الغلط بتاع بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام. لو كانوا دول اللي عرفوا يستلموا الكور صح كانوا راحوا على الجون وداسوا وجابوا جوان. بس ما كانش في تركيز في الحتة دي كلها. محمد عبد المنعم يعني لو كان عايز قصد يطرد ما كانش بيعمل اللي هو بيعمله امبارح ده بيدخل دخل غشامه مره واثنين وثلاثه، دخل غشامه في اللعيبه. اللي هو دخول اللي هو انا عايز اطرد، انا مش عايز العب ماتش القاهره يعني، لو عنده وراه حاجه مش هيعمل اللي بيعمله ده. فلازم يكون في وقفه مع محمد عبد المنعم في التهور اللي بيعمله مع اللعيبه، علشان الاهلي ما يخسروش في حاجه جامده. يعني ممكن في ماتش النهائي اللي في القاهره في اول ربع ساعه حاجه راح مطرود ويلبس الاهلي طرد في ماتش المفروض ان هو سهل. بس في الغالب الدنيا حلوة، الأهلي تعادل وهيكسب إن شاء الله هنا. الزمالك إن شاء الله النهاردة يكسب بإذن الله ويريح الدنيا كلها من الأول كده بإذن الله، وأفريقيا كلها تبقى أهلي وزمالك إن شاء الله. شكرا.